تتضح كل معالم الصورة، لكن ما ظهر منها يؤكد أن مسلسل تفكيك الخلايا التي توصف بالإرهابية لم يتوقف بعد. هذه المرة خلية ذات امتدادات دولية يقيم أفرادها في سبتة وينشطون بين المغرب وإسبانيا. كانوا يعدون العدة لاعتداءات باستعمال سيارات مفخخة. زعيمهم الملقب بأبي ياسين سبق وأن اعتقل في إطار خلية أنصار المهدي عام 2006 ولم يغادر السجن إلا العام الماضي. إلى هنا تنتهي الرواية الرسمية. ليطرح السؤال: كيف تحول البلد إلى مرتع للخلايا التي يعلن عن تفكيكها كل حين؟ أدين هذا العمل الوحشي الإجرامي الذي استهدف بلادنا وذهب ضحيته أبرياء مواطنين وأجانب، وليعلم هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي الإرهابي بأن يد العدالة ستطالهم.